هل جربت من قبل أن تضع يدك في الماء لفترة طويلة؟ ستلاحظ أن أصابعك تبدأ في التجمد وتصبح رخوة، وربما تبدأ بشرتك في التآكل إذا استمر الأمر. الآن، تخيل أن سيدنا يونس عليه السلام بقي داخل بطن الحوت لمدة 3 أيام، وهناك رواية أخرى تقول إنه ظل 40 يوما. وعندما لفظه الحوت وألقاه على الشاط. قبل أن نكمل، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وقم بمشاركة هذا الفيديو ليصل إلى أكبر عدد من الناس، ولك الأجر والثواب إن شاء الله. كان جسده في حالة شديدة من الإنهاك والتلف، جلده متآكل ومتقرح بسبب ما تعرض له داخل بطن الحوت. والآن تخيل كيف سيكون حاله تحت أشعة الشمس الحارقة في الصحراء. لكن هنا تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث قال في القرآن الكريم: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هذه الشجرة لم تكن موجودة من قبل، ولكنها نبتت خصوصا بجانب سيدنا يونس، لتمنحه الظل وتحميه من حرارة الشمس القاسية، فلولاها ربما لم يكن ليحتمل حالته الصحية تحت الشمس المباشرة. تأمل هذا المشهد جيدا، شجرة تخرج خصوصا لإنقاذ نبي مر بمحنة عظيمة، رحمة من الله ورعاية خاصة لعباده المؤمنين.